بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شعبنا الصامد الصابر، جنودنا الأوفياء، أبطال وأشابة قوات الدعم السريع، وأهنئكم بالذكرى 69 للاستقلال وبالأعياد الميلاد المجيد. والسودان على مفترق طرق، لقد أكملت الحرب المدمرة التي أشعلتها قيادة القوات المسلحة والحركة الإسلامية شهرها 21. تمكنت قوات الدعم السريع الباسلة فيها من تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة وواسعة كانت دليلا على كفاءتنا القتالية العالية وبيانا عمليا على التزامنا بقضايا الشعب العادلة وعهدنا إلى شعبنا بحماية الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر الظافرة التي ظن أعداء الوطن أنهم يمكنهم هزيمتها بإشعال حرب 15 من أبريل. شعب السودان العظيم، إن قوات الدعم السريع الباسلة مصممة وغادرة على ملاحقة الفلول وأذيالهم الذين يدقون طبول الحرب أينما وجدوا في بلادنا ويحاولون دون جدوى هزيمة قواتنا بهجماتهم الفاشلة في عدة محاور. وبعد 21 شهرا من الانتصارات العسكرية المتواصلة لقوات الدعم السريع والهزائم التي مني بها العدو في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة على النخب العسكرية التي هربت إلى بورسودان، والإقرار بالفشل في هذا الحرب والتوقف عن الاستنفار والقتال وتدمير البلاد والتمهيد لإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة السودانيين. شعب السودان الكريم، ككل الحروب في تاريخ البشرية أنتجت هذه الحرب أزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى، أبرزها الأوضاع الإنسانية السيئة التي تزداد تدهورا يوما بعد يوم، والمجاعة والانقسام الاجتماعي وما صاحب ذلك من خطاب الكراهية وإثارة النعرات الفتن العنصرية والمتفلتين وانتهاكات حقوق الإنسان وتوقف الإنتاج والإنتاجية في معظم أنحاء البلاد وانهيار حكومة الأمر الواقع والمؤسسات البيروقراطية التي كانت تدير البلاد بعد انقلاب 25 من أكتوبر. مع استمرار الحرب وتحقيقنا للانتصارات الكبيرة على جيش الفلول وازدياد الأزمات الناتجة عنها، فإن السؤال الذي يدور في أذهان السودانيين اليوم كما في مثل هذا اليوم من العام الماضي هو أين تتجه وما هو مستقبل بلادنا. فالإجابة على هذا السؤال من جانبنا: أولا، نجدد التزامنا الثابت بوحدة السودان أرضا وشعبا، وهو أمر لن نتساوم فيه، ونؤكد تمسكنا كذلك بالحكم المدني وبناء سودان جديد قائم على قيم الحرية والعدالة والسلام، وهي قيم لا يمكن تحقيقها إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي تتكون السلطة فيه قائمة على الإرادة الشعبية المصدر الوحيد للسلطة ومشروعيتها، وتأسيس وبناء السودان على أسس جديدة عادلة، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي والحرية والوحدة الوطنية. ثانيا، إن قوات الدعم السريع لن تقبل أبدا إلا بدولة سودانية جديدة خالية من كل أنواع الهيمنة التي أشعلت حروب السودان وتنعدم فيها التفرقة على أساس الدين والجهة والثقافة والعرق. ثالثا، إن قوات الدعم السريع لا تنوي ولا ترغب أن تكون الجيش البديل للجيش الذي دمره النظام القديم وقادته المتحالفون معه بالتسييس والمحاباة والفساد، لكننا نؤكد ونتمسك بمبدأ تأسيس جيش جديد مهني وقومي لا تسيطر عليه جهة أو مجموعات إثنية محددة، جيش لا يتدخل في السياسة ويخضع منذ اليوم الأول لتأسيسه للسيطرة والرغبة المدنية. رابعا، نحن مع السلام الحقيقي الذي يضمن إنهاء الحروب والهيمنة في كل بلادنا، وندعو قوى السودان الجديد الصادقة وقادتها الذين أثبتوا بالأفعال أنهم مع تأسيس وبناء الدولة السودانية الجديدة والقائمة على إنقاذ الحقبة الاستعمارية المتمثلة في الخلاص الكامل من السودان القديم وتأسيس وبناء السودان الجديد. شعبنا العظيم، نشكر الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت في مساعدة شعبنا في محنته الإنسانية، وندعو إلى تقديم مزيد من الجهود لمحاصرة شبح المجاعة الذي يهدد حياة الملايين السودانيين والذي تحاول عصابة بورسودان إنكارها. المواطنين الكرام، نحن في قيادة قوات الدعم السريع
نعبر عن بالغ وعميق أسفنا وحزننا لأهلنا الطيبين على الانتهاكات التي وقعت بحقهم في المناطق المختلفة. لقد بذلنا ولا زلنا جهودا مكثفة متواصلة في مناطق سيطرتنا من أجل السيطرة على المتفلتين، وقد نجحنا في ذلك في أغلب المناطق، وسوف نستمر في ذلك من منطلق مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية. المتفلتون هم عدو لنا تماما كالعدو الذي نحاربه منذ 15 من أبريل، وكما سيطرنا عليهم في كثير من المناطق التي تنعم الآن بالأمان والاستقرار، سوف نسيطر عليهم في بقية أنحاء السودان ونحاسبهم ردعا لهم وتحقيقا للعدالة عبر المحاكم والتدابير الإدارية اللازمة. أنني أجدد اليوم بهذا الخصوص أوامرنا وتعليماتنا المستديمة لكل قواتنا في مختلف أنحاء السودان بحماية المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. المواطنين الكرام، إن انتشار خطاب الكراهية والعنصرية ينزل بخطر ماحق يهدد الوحدة الوطنية التي أضعفها الفلول بسياستهم التقسيمية والعنصرية، مثل إجراءات استبدال العملة وإجراء امتحانات الشهادة السودانية وحرمان أعداد كبيرة من السودانيين من حقوقهم في استخراج الوثائق الثبوتية وما عرف بقانون الوجوه الغريبة وغيرها من الأفعال العنصرية المقيتة. ونحذر من مخططات الحرب الأهلية التي يسعى أعوان المحركة الإسلامية وتنفيذها في دارفور باستخدام حركات الارتزاق المسلح كما يجري الآن في دارفور. إن القتل على أساس العنصر أو اللون أو الجهة في بعض مناطق السودان ينبغي أن يتوقف فورا، فالدم السوداني واحد، مصير السودانيين جميعا مهما اختلفوا مصيرهم واحد. إذا لا يوجد سوداني شمالي وسوداني جنوبي أو سوداني غربي وسوداني شرقي، إنما يوجد سودان واحد وشعب واحد هو الشعب السوداني. الصراع الدائر في بلادنا الآن منذ عقود هو ليس صراع بين غرب السودان وشمال السودان، ولا صراع بين جنوب السودان ووسط السودان. الصراع في بلادنا هو صراع بين القوى المعادية للحرية والديمقراطية والسودان الجديد. إن السودان القديم لن ينتج سوى الحروب والتشرد والتدهور في جميع مناحي الحياة. السودان الجديد الذي نتطلع إليه سوف ننعم فيه بالحرية والسلام والاستقرار والأمن والازدهار. ولذلك ندعو الجميع بالتركيز على الطبيعة الحقيقية والتصنيف الصحيح لهذا الصراع، والكف عن الخطابات العنصرية والجهوية التي تضر بنا جميعا وتطيل أمد الحرب وربما تجعل حروب أخرى في المستقبل. في الختام نكرر دعوتنا إلى المجتمع الإقليمي والدولي للنظر إلى المستقبل الجديد للسودان بعد الخلاص من السودان والنظام القديمين وتحقيق سلام حقيقي بمعالجة الأسباب الجذرية للحروب هو السلام الذي ننشده ونرغب في تحقيقه، والعمل على استعادة مكانته الدولية وبناء نظام سياسي جديد يمثل كل السودانيين ويعكس طموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة في حياة أفضل. فالسودان القديم الذي ظل ينتج الحروب على مدى 70 سنة لا يملك أي مقومات للبقاء والاستمرارية، وليس له من جديد يقدمه، ولن ينتج إلا المزيد من الحروب المدمرة. إخوتي وأخواتي الكرام، إننا نجدد لكم ولشهدائنا الأبرار بأننا لن نتراجع عن التزامنا الثابت في العمل والكفاح من أجل بناء الدولة السودانية على أساس جديد التي قدمنا من أجلها ولا زلنا نقدم دماء عزيزة وتضحيات عظيمة سوف تظل هي الهادية لتفكيرنا وكل خطواتنا. سوف تشرق الشمس في بلادنا رغم الظلام الدامس الذي نعيشه وظللنا نعيشه منذ عقود. سوف نحرر بلادنا من أعداء الاستقرار والسلام والتغيير الكامل، وسوف نؤسس ونبني معا سودان العدالة والسلام الذي لا يضام فيه أي إنسان أو يظلم. السودان الجديد الذي سوف يتأسس بتضحيات مقاتلين الأبرار وكل المخلصين من أبنائنا وبنات السودان. تحية لكل الجنود، نبارك لكم الانتصارات العظيمة على الأعداء في جميع المحاور، وما النصر إلا من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.